تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر الأول والفوز على غانا ومدربهم ابن الصهيونية. مش ناوي زي ما اتفقنا قبل كده اتكلم في فنيات، وانتوا اكيد اتهريتوا كلام عنها سواء على بي ان سبورت وتحليلهم الرائع، او مع الكابتن مدحت واسطوات نص الملعب وعلم الثبات الانفعالي، او مع عفيفي او غيره كتير. خصوصا ان الحلقة بعد 3 ايام من الماتش، يعني خلاص كل حاجة بانت. ليا بس شوية تعليقات صغيرة وسريعة. علي جبر وحجازي احسن لعيبة في المنتخب من اول البطولة، يليهم طارق حامد، ومن بعده على الترتيب تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح. وطبعا الشر بره بعيد، بره وبعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، عصام الحضري ده بره تقييم. الحالة اللي عليها دفاع المنتخب المنظم بشدة، واللي مش هيتأثر لو اتغير أي لاعب في المنظومة الدفاعية دي، إن رجع الفضل فيه لحد، فالحد ده هو إكتور كوبر. أحمد فتحي بيلعب بطولة بروح السوبرمان، بسم الله ما شاء الله عليك، وربنا يحفظك ويمنع عنك الإصابات. المحمدي لو ثبت على المستوى ده مش هنقلق على الجبهة اليمين في المنتخب لفترة محترمة. بس تعالى هنا محمدي، ايه اللي انت عملته ده؟ انت مش عارف ان شغل الكباري ده بتاع مصطفى فتحي؟ انت عايزه يزعل منك ولا ايه؟ طارق حامد مش هيستمر في الزمالك بعد البطولة دي. المستوى ده اكيد هيجيله عقد و2 و3. عبد الله السعيد، كنت من كل قلبي اتمنى ان لاعب بقدراتك العالية جدا في التحرك بكرة وبدون، وتسليم وتسلم الكرة بالذكاء ده، يكون في الزمالك. النني كان افضل ماتش ليه من اول البطولة. ابو صلاح على وضعك يا ابو مكة. كهربا لما بيلعب تحت راس الحربة بيكون اخطر رجل في العالم، انما لما بيكون هو راس الحربة بيتحول بقدرة قادر الى بطل العالم في الوقوع في الاوفسايد. اخيرا بقى، الكلام الخايب ان المغرب عقدة، الكلام ده بلح. مفيش حاجة في الكورة اسمها عقدة. نعم ايه؟ ما كسبناش المغرب من 86؟ من 86؟ يا نهار اسود. بس ولا يهمنا، عندنا الحضري وجامايكا. نعم، عندهم ام خديجة المغربية. دستور يا سيادنا، ربنا يستر. بس اقول لكم حاجة بجد، ان شاء الله لو المنتخب فاز على المغرب، ان شاء الله هنفوز بالبطولة ونفرح كلنا يا رب. الاهلي يوقع مع النجم الايفواري سليماني كوليبالي. ايه ده؟ انا بتكلم عن الاهلي؟ مش انا متفق معاكم ان احنا مش هنتكلم عن الاهلي في حاجة؟ بس تعالوا اما اقول لكم. انا عايز ارد بس على السعادة المبالغ فيها من جماهير وعشاق الاهلي على الصفقة، وعلى الخوف والقلق اللي في قلوب محبي نادينا. اولا، الراجل الطيب ده كان بيلعب في نادي في اسكتلندا وماهوش من اندية القمة هناك، وقال ايه؟ هو صرح وقال انه رجع افريقيا وتحديدا للاهلي عشان يصنع تاريخ. طب اقطع دراعي من هنا؟ لا، هقطع دراعي من هنا. الواد ده حاجة من 3، اما مخلص كورة وجاي يسترزق في الاهلي مع انه عنده 23 سنة، او عنده اصابة مزمنة والنادي بتاعه بيتخلص منه، او مشاكله كتير والنادي الاسكتلندي حب ينتهي من المشاكل دي. اللاعب اللي عنده لسه 23 سنة، يعني في عز تألقه وظهوره، قال ايه؟ ساب التألق في اوروبا وفضل الرجوع الى افريقيا عشان يلعب في الاهلي. كلام غريب واللي بيصدقه اغرب.
من ناحية تانية بقى لازم نشوف وندرس اتجاهات الاهلي في استخدام لعيبة. الاهلي لما بيشتري بيحاول يشتري لعيبة عندهم الخبرات الدولية، يعني لعبوا مع منتخباتهم زي كوليبالي ومن قبله معلول، وده عشان يقدر يدخلهم على طول في معمعة افريقيا من غير الحاجة الى النظر في خبراتهم او الخوف من ظهورهم بشكل سيء. اخيرا في مصر اللي بيتفوق في الانتقالات الصيفية بيكون المرشح الاول لحصد بطولة الدوري، واللي بيتفوق في الانتقالات الشتوية بيكون الاوفر حظا في حصد بطولة افريقيا. الاسطورة بتقول كده. بالمناسبة حسام باولو لما اول ما ضيع ضربة الجزاء مع المنتخب العسكري عرفت انه مضى في الزمالك. حاجة جميلة. لسان اهلي دلدل عن ان لعب ماتشات ودية مع اندية الدرجة التانية والتالتة غير مفيد بالمرة. ابوس على دماغكم، اقل لاعب في الزمالك امكانياته اعلى من فريق صيد المحلة ده كله. ممكن صحيح اجرب جمل وتكتيكات مختلفة مع الناس دي بسهولة، بس في النهاية انا مش هلعب السوبر مع لعيبة بالسذاجة دي، ولا هدخل الدوري الاعب فرق دفاعها بالخيابة دي. كنت مستني الزمالك ينظم ماتشات ودية على الاقل مع اندية زي دجلة او انبي او طلائع الجيش. طب التعدين، طب الشرقية، اي حد من الممتاز. حرام عليكم. في النهاية كل التوفيق للزمالك. نهاية الحلقة ان شاء الله الحلقة الجاية نحتفل مع بعض بفوز المنتخب على المنتخب المغربي ونفرح كلنا. مستني منكم لايك وشير للحلقة واشتراك في القناة وكم تعليق كده ترفعوا بيه روحي المعنوية. اشوفكم الاسبوع الجاي.